لو لفيت في كل زقاق وكل حاره وكل قريه وكل مدينه في العالم ما هتلاقي زيه. جمهور الزمالك شاء من شاء وابى من ابى، هو جمهور واحد ملوش كتالوج، مش هتلاقي اخواته. جمهور كان بيخلي زيزو عايز ياكل النجيله عشان يفرح الجماهير دي. بعد ماتش الاهلي والمقاولين امبارح جماهير الاهلي كلها بلا استثناء بتهاجم زيزو هجوم شديد جدا وغضبانه عليه قوي، حتى ان في بعض منهم قالوا ان لعيب دون المستوى وما ينفعش يلعب على حسين الشحات. والله العظيم قالوا كده، والتعليقات موجوده على صفحات الاهلاويه، مش انا اللي بقول يعني. ومن هنا تسال نفسك سؤال مهم جدا: ايه الفرق بين زيزو زمالك وزيزو اهلي؟ في سببين مهمين جدا ما ينفعش نغفل عنهم. اول سبب ان زيزو في الزمالك كان حاسس ان النجم المنقذ اللي مفيش غيره، اللي عايز يعمل كل حاجه عشان يثبت نفسه، فبالتالي الراجل ما كانش بيبخل بنقطه عرق ولا بمجهود على الفريق، كان حرفيا بياكل النجيله، كان بيدافع ويهاجم، كان بيجري ال 90 دقيقه، كان بيعمل كل حاجه في الملعب. الراجل كان بيجيب اجوان بكل الطرق، ارقامه مع الزمالك مرعبه اقسم بالله. زيزو في الزمالك كان بيجيب جوان من فاولات، من ضربات جزاء، كان بيشوط، كان بيرقص، كان بيجيب جوان بالهيد، كان بيعمل كل حاجه، كان حاسس انه صاحب النادي، فبالتالي مفيش ضغط عليه، مفيش توتر، فالراجل بيلعب بمنتهى الاريحيه. بالتالي كل قراراته في الملعب كانت بتبقى سليمه، لانه عارف انه حتى لو ضيع جون محدش هيهاجمه، محدش هيزعق له، لانه ليه رصيد كبير قوي عندنا، فكان بيلعب بمنتهى الاريحيه. ده غير انه كان عايز يثبت نفسه، كان عايز يحط نفسه مع اللعيبه الكبار، فكان بيعمل كل حاجه، كان بيموت نفسه عشان يروح المنتخب، عشان الناس تقول ده في لعيب في الزمالك اسمه زيزو شايل الفريق على كتافه مكسر الدنيا. وبالتالي زيزو فعلا في الزمالك كانت كل الناس بتشيد بيه. تاني سبب وده الاهم من وجهه نظري، ان زيزو في الزمالك كان وراه جمهور يحرك الصخر، جمهور يخلي المكسح يقوم يجري، جمهور يخلي اللعيب اللي مستواه قد كده قد كده ويبقى احسن لاعب في الدوري المصري. جمهور والله العظيم لو لفيت في كل زقاق وكل حاره وكل قريه وكل مدينه في العالم ما هتلاقي زيه. جمهور الزمالك شاء من شاء وابى من ابى، هو جمهور واحد ملوش كتالوج، مش هتلاقي اخواته. جمهور كان بيخلي زيزو عايز ياكل النجيله عشان يفرح الجماهير دي.